ترتبط الطيور في أذهاننا بحسن المنظر وجمال الصوت أحياناً، والوجود في أماكن الطبيعة الغناء مثل الحدائق والغابات. ولكن ما لا يعلمه البعض أن هناك أنواعاً غريبة من الطيور غير التي اعتدنا رؤيتها بشكل يومي، مثل العصفور والكروان والحمام واليمام والنورس والغراب وغيرها. فهناك أنواع من الطيور حول العالم تتسم بالغرابة في الشكل أو الاسم أو الصفات. نستعرض بعضها في السطور التالية. يعد طائر الكيوي الشمالي البني هو الطائر الوطني في نيوزيلندا، وهو طائر رقيق وصغير، لكنه لا يستطيع الطيران، وعادة ما يخرج في الليل، ويتميز بمنقاره الطويل العاجي المميز ورجليه الطويلين، كما أنه الطائر الوحيد الذي يملك فتحات خارجية للأنف عند طرف منقاره من أجل البحث عن اللافقاريات، ولذلك يتمتع بحاسة شم قوية، ويمتلك ثانياً أقوى حاسة شم بين الطيور، وذلك نسبة لحجم دماغه الأمامي، وهو يبيض أكبر بيضة بالنسبة لحجم جسمه أيضاً. الفرقاطة، كما يعتبر طائر الفرقاطة أحد الطيور البحرية التي تعيش في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية، وتتميز ذكور هذه الطيور بأنها خلال موسم التزاوج تنفخ كيساً أحمر قرمزياً من الأمام يشبه البالون لجذب الإناث، وينقر عليه بمنقاره لإصدار صوت قرع، وبعد اجتذاب الذكر للأنثى يفرد جناحيه حولها من أجل حمايتها. شويبيل، يعيش طائر شويبيل في وسط وشرق إفريقيا، ويبلغ طول جناحيه أكثر من 8 أقدام، وهو من أنواع الطيور المهددة بالانقراض، ويمتلك أكبر منقار لطائر على كوكب الأرض، ومكتمل بخطاف حاد بشكل مخيف يساعده في صيد الأسماك والثعابين بسهولة لصغاره. يتميز طائر المظلة بوجود جزء كبير من الريش أعلى رأسه يبدو شبيهاً بالمظلة، بالإضافة إلى الغبب الذي يتدلى من عنقه، الذي يتميز بأنه طويل جداً، حيث يصل إلى نحو 35 سم، ويكون مغطى بريش ناعم وقصير، وينفخه عند مغازلة الإناث لجذبها للتكاثر. البوتو، تتميز طيور البوتو بأنها طيور ليلية مثل البومة، ولا تطير في النهار، وتبقى طوال النهار عيونها نصف مغلقة، وتتنقل بين الفروع والأغصان، وتمتلك قدرة تمويه ممتازة، إذ يشبه طائر البوتو جذع الشجرة في وضعية السكون، وعادة ما يختار الأجزاء العلوية من الجذوع المستقيمة من أجل وضع بيضته فيها.